الراجل ده ظهر من فترة قريبة جدا، بيقدم نفسه على إنه مرشح لرئاسة الجمهورية المصرية سنة 2024، وهو مين؟ أنا اسمي عماد محمد سعد الله. عماد سعد الله. الراجل ده قدم طروحات كويسة إلى حد ما تبدو قريبة للواقع، يعني اتكلم عن دور الجيش في البلد، وإنه لازم يبعد عن الاقتصاد، وإنه حدوده إن هو يأمن حدود الدولة ويحافظ على الدستور والقانون، لكن ما يدخلش في السياسة بتاعة الجمهورية، ولا يبقى ليه دور في الاقتصاد، يعني يخرج من الاقتصاد. واتكلم عن دور الأزهر والكنيسة، إن هم لازم يتوفر لهم الدعم اللازم ويتخذ بآرائهم يعني. واتكلم عن الاقتصاد، وكان ليه أطروحات كويسة يعني عمليا، يعني بشكل نظري كده نقول كويس، لكن انه دايما بيتكلم بصفة الجمع، انه هو مش بيتكلم انا، بيقول احنا، وهيسقط الديون وهيغير مصر، بس دايما بيتكلم بصفة الجمع، ودي معناها انه الراجل ده وراه حد. أمتلك 50% من أسهم شركة مونورا في العالم، وأنا اللي أديرها. مونورا طبعا من كبرى الشركات في العالم. داخلين في شراكة مع لؤمي اللي هو يملكه روتشيلد. ايوه كده يا برنس، تعالى بقى وقول روتشيلد. روتشيلد ده طبعا للناس اللي متعرفوش معناه كده انه بيتكلم على ماسونية صهيونية. يعني روتشيلد ده واحد من ضمن الناس اللي بتحكم العالم. كمل يا حبيبي كمل. أحد الشركاء معايا طبعا 3 شركاء إسرائيليين. 3 شركاء إسرائيليين، ما طبعا طالما معاك روتشيلد يبقى لازم يبقى فيها إسرائيليين. انت صراحة يعني صراحتك ودتك في داهية، يعني انت لما تقول معلومات عن نفسك انت اللي بتقولها، يعني من غير ما حد يقول عنك، فانت فاكر انك كده انك واضح وصريح قدام الناس، وانك كده ممكن بتكسب بونت. احنا ممكن نكون غضبانين عن إدارة السيسي للبلد، ممكن في ناس كتيرة مش عايزين راجل عسكري يحكم البلد، عايزين شخص مدني، عايزين حد بيفهم في اقتصاد، لكن مش لدرجة ان احنا هنسلم بلدنا لواحد صهيوني. ده انت جبت كل حاجة يا بابا من الاخر، يعني عائلة روتشيلد و3 اسرائيليين. انت طب فاضل ايه بقى؟ انت اللي هتحكم؟ قول لي كده، انت اللي هتحكم؟ يعني انت اللي هتمشي البلد، ولا مين اللي هيحكم؟ الاسرائيليين. كشفت نفسك بدري وحرقت اوراقك واظهرت توجهاتك. اكيد اكيد هم دول الناس اللي انت تقصدهم دايما بصفة الجمع، انك بتتكلم على نفسك، بتقول احنا هنعمل، احنا هنسوي. فواضح طبعا مين هم احنا، يعني انت وضحتها وعلى بلاطة.